الدوري المصري بدأ، الاحتواء لبيراميدز بدأ، الاحتواء للزمالك بدأ. بيراميدز اتكلمنا عليها، الزمالك تعالى بقى. محمد عادل، بص عشان بس هنجيب الملخص عشان ايه. الهري كتير ما بيحبوش. محمد عادل ده واحد يا جدعان، انا كنت فايز على فريق اسمه الزمالك بيقولوا عليه بطل افريقيا، كنت فايز عليه 5. كنت فايز عليه 5، فجه طلع تصريح وقال ايه، انا الاهلي كان ضاغط على الزمالك والاهلي كان فايز على الزمالك 5-5، فعملت عمليه احتواء. انا كان ده هو اللي قاله بلسانه، عملت عمليه احتواء، فبالتالي النتيجه اتظبطت من 5 ل 5-3. احتواء هو اللي قال مش انا. فاذا اي قرار يطلع منه لمصلحه الزمالك انا اشك، صح كده؟ بما ان اذا واحد طلع بيقول انا احتويت الزمالك في ماتش الاهلي والزمالك بتاع 5-3، فاذا انا اي قرار ياخده للزمالك لصالح الزمالك انا اشك. دي اول نقطه. النقطه الثانيه، نادي الزمالك فريق فاضي، والله فرقه فاضيه، والله فرقه فاضيه. لو الحظ بعد عنه هيلاقي التحكيم، لكن يفوز بلعب لا. بص انا هقنعك، انا مش هتكلم في نتائج ولا هتكلم في ضربات جزاء ولا الجو ده، انا هقنعك بالورقه والقلم. خلاص كده، الاهلي لعب الزمالك لعب الاهلي في ماتش السوبر الافريقي، الاهلي ما كانش موجود اصلا، اركب بقى الموضوع ده على جنب. الزمالك ما عملش حاجه، ما عملش حاجه يا جماعه. جاب جون من غلطه، تمام، وفاز على الاهلي ضربات جزاء، يعني كان متعادل كام؟ 1-1. اركب. راح لعب مين بعد كده؟ راح لعب بيراميدز. بيراميدز هو اللي بيستحق الماتش ده على فكره، تمام، وكان في جون لبيراميدز في اخر ثانيه ما اتحسبش، فبتعادل. راح لعب الاهلي، يتعادل برضو، تمام. المفروض انت بطل افريقيا بقى، عملت الاهلي مش له لازمه، المفروض تفوز على الاهلي. الاهلي عمل كل حاجه في الماتش، ما كانش فيه حظ، تمام. فالزمالك اتعادل مع الاهلي بالعافيه، تعادل تعادل تعادل. وراح لعب بقى مين؟ البنك الاهلي. فانا قلت لنفسي ايه، النهارده بقى انا مش هتكلم في نتائج، انا النهارده هبص كده هشوف الزمالك ده ايه نظامه، فعلا فرقه حلوه ولا لا. بنك الاهلي لعب على الزمالك لعب، ايه ده ايه الجمال ده. فبالتالي ايه اللي حصل؟ الماتش خلصان 2-2 في الدقيقه 97. لعيب مش عارف مين والله، منسي ولا مين، دخل على مدافع البنك الاهلي ورفع رجله كده. الواد داخل ورفع رجله، فالطبيعي المدافع بتاع البنك الاهلي هيكش، هيعمل كده. ما هو الطبيعي انا هعمل كده، واحد داخل رفع رجله في وشي، فالطبيعي هعمل كده. فانا بعمل كده، ايه اللي حاجه ايه اللي حصلت؟ الحظ، الكره خبطت في الارض، راحت خبطه في ايد الولد، تمام. واحد ايه بعدها، ده مش بعدها كمان، ده في نفس الوقت اللي الكره خبطت في ايد المدافع بتاع البنك الاهلي اتلطش في وشه كمان، وده بجزاء لمين؟ للزمالك. هو كده، ايوه، عافيه، احتواء يا باشا، احتواء. ولو نفترض ان ضربه جزاء صحيحه، الزمالك لا يستحق ان يفوز هذه المباراه. فيا جماعه بعد اذنكم، احنا مش عايزين انك تحسب الاهلي ضربات جزاء، ولا عايزين تيجي على الاهلي، ولا عايزين تيجي على الزمالك، ولا عايزين تيجي للزمالك بقرارات خاطئه. احنا عايزين العدل يا تحكيم المصري، احنا عايزين العدل. اول يوم في الدوري المصري كارثتين، كارثتين، بيراميدز والزمالك. ده المفروض يخسر، اتعادل، خد نقطه من عند ربنا كده من عند التحكيم، وده المفروض يتعادل، خد ايه 3 نقط بسبب التحكيم. فالزمالك فريق فاضي، اللي ماشيه الثلاث اربع خمس ماتشات اللي فاتوا دول التحكيم والحظ، ليس الا. والحقيقه دي بتوجع وبتضايق، وهتشتم شتايم من الزملكاويه ما يعلم بها ربنا. دي حقيقه، دي حقيقه. انتوا فرقه فاضيه، وهيجي في مره هتلاقي فيه كارثه او نتيجه كارثيه هتحصل للزمالك، هتكشف الامور بقى كلها. الزمالك يا جماعه ما عندوش اقسم بالله الا لعيب واحد ولا اتنين بس، ومدرب بيفهم شويه. بس المدرب ده ما بيلعبش الا قدام ايه، اللي في الماتشات الكبيره. يجي في الماتشات اللي زي دي، زي ما انتم شايفين النهارده، هو البنك الاهلي عمل مع الزمالك الجلاشه، ويجي بقى في الاخر يقول لك ايه، ناصر منسي بيهيج قدام اي حاجه قدام اسمها اهلي، وعبد الله السعيد عمره 55 سنه، بيزيطوا، وهم بيزيطوا اصلا على اي كره فيلس بيخلوها بطوله. فسيبوهم يزيطوا كده لحد ما هيتخبطوا خبطه هيفهموا اللي هم فيه. اراك ضحك.